بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اليوم أوفي بعهدي للمتتبعين تاعي، وعدتكم بتحضير قبل رمضان كيف نحضر راس الحانوت اللي هو دوارقيق يعني في المنزل. أنا اليوم متواجدة في عند حانوت موجود في حي زقاق برمضان، الحي العتيق ببسكرة. هذا المحل اسمه محل الحبوب والتوابل لعثمان حمودي ونعمة الناس. اليوم راح نعطي لكم هو شخصيا او يقول لكم على المكونات دو راس الحانوت بالتفصيل، ثم انا نرجع لكم بعد ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحيت الحاج، شراك لاباس؟ شحال الصحة؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. انا اعطيت عهد للمتتبعين تاعي، قلت لهم كي يعود قريب رمضان روح لكم الحانوت يعطيكم هو السيد شخصيا تركيبة راس الحانوت بالضبط، راس الحانوت البسكري. راس الحانوت البسكري من ضمن المكونات نتاعو اولا كيما هكا راه مرحي وواجد. نعم. واذا كان بدينا في التفاصيل نتاع المواد الاوليه نتاعو، نبداو اولا بالماده الاوليه الاولى وهي الكزبر. ها هو الراح الكزبر قيمه رطل. نعم. تقريبا المقادير هذه راهي باش توفي قيمه كيلو، ثم اذكرها ومعها الوزن في نفس الوقت. ومعها الوزن. مثلا هذا رطل نتاع كزبر، نعم، نديروا له نص رطل نتاع كرويه. كرويه عاده لازم تكون خضراء من النوعيه الجيده، خاطر الخضراء هي احسن شيء تاع البلاد. ثالث شيء هو حبه حلاوه. حبه حلاوه تجيب 125 غرام. ثالث شيء نديروا البسباس قيمه 100 غرام، حتى هو البسباس يمد نكهه ثاني ايضا. رابع شيء والا خامس شيء بالاحرى هو القرفه. كاين زوج انواع من القرفه، كاين القرفه كاسي والا كاين القرفه هذه طويله، واحسن شيء هو القرفه الكاسي لان هي تمد الريحه واحسن من هذه النوعيه الاخرى. نزيدوا ثاني النوع الاخر، الحاجه السادسه نورمالمون والا السابعه هي القنطس. جوز الطيب ثاني 3 حبات برك، راهو كلش بالمقادير مش كلش بالتكرار على كل حال. العرق الاصفر 25 غرام ثاني. الزنجبيل او الزنجبيل ثاني كيف 25 غرام. كاين ناس الكبابه ثاني ايضا مهمه ومليحه، ثاني نديروا فيها غير 25 غرام. شواشي الورد كيف ثاني حتى هو نديروا غير 25 غرام. الفلفل الاكحل 25 غرام. وكاين ناس اللي يحبوا يديروا الاضافه نتاع الهيل، كاين اللي ما يحبوش يديروه. الهيل ثاني يمد نكهه مليحه ياسر ياسر ياسر، والريحه تاعو تبقى في راس الحانوت وتمد مذاق خاص. الحاجه الاخيره هي الرند. على كل حال نديروا غير 5 ورقات ولا 6 ورقات برك، مش قضيه كونتيتي، مش قضيه اكثار، قضيه نوعيه. كي بالطريقه هذه يجي راس حانوت مليح ويمد مذاق مليح. ثم نجمعوهم هذو المكونات كل ونقوهم وندوهم نرحوهم، ومن بعد نتحصلوا على هذه راس الحانوت مرحي اللي هو نعم راس الحانوت. هذا هو اللي راهو هنايا يديروا به لي صوص بلونش، يديروا به الشخشوخه المحجوبه الشربه، وعاده لي صوص روج كل. هذه هي. ودرك هذا راس الحانوت تاع جميع المأكولات تقريبا في بسكر. اعطيني راس الحانوت الابيض. درك ننتقلوا الى راس الحانوت الابيض. راس الحانوت الابيض اللي راهو في الحقيقه هو هنايا. هاو راس الحانوت الابيض. على بالك رانا نغطوه ما نخلوش هذيك على جال الريحه نتاعو القاويه. راس الحانوت الابيض يتكون المكونات نتاعو يتكون من كزبر، من الزنجبيل، الزنجبيل، الفلفل الابيض، الكبابه، جوز الطيب، الثوم المرحي بيان سور. هذا الخليط اكل يتخلط ويتنقى ويتصفى ويتسرحى ويمد لنا راس حانوت ابيض. راس الحانوت الابيض واش الاستعمال نتاعو باش نكونوا واضحين على جال الاستعمال؟ يستعملوه لي بيشاميل، يستعملوه لي كراتان، وايضا يستعملوه للكفته، مرقه بطاطا بيضاء، المثوم، الامور البيضاء وكل يستعملوه. بارك الله فيك سيدي. شكرا اخي حمودي، يا ربي يجيب القسم ان شاء الله. قاعد نشوف هنا لحم هكا راس الحانوت احمر للحم. راس الحانوت كاين فيه قداش النوعيات. كاين مثلا الكاري هذا الاختصاص نتاعو الروز، يديروه للروز بالخصوص. كاين راس الحانوت تاع اللحم، اذا كان الانسان مثلا باش الناس باش ياكلوا اللحم ولا باش يشووه ولا حاجه يدوزنوه براس الحانوت تاع اللحم. كاين راس الحانوت سبيسيال تاع الحريره. كاين راس الحانوت مثلا سبيسيال تاع الدجاج يدوزنوا به الدجاج. والا كاين ثاني مثلا درك راس الحانوت اللي راهو ظهر جديد هو راس الحانوت تاع الطاكوس.
هذا تاع الطاكوس هذا مليح ياسر، يديروا به بوكو بلوس لي غراتان، يديروا ثاني هذا خاص بالدجاج، يديروه للدجاج، يديروه للحم، هذا شويه فاري، هذا اوسع من راس الحانوت الاخرين. ايوه هذا تاع الهند سبيسيالمون الهند. سيدي شكرا جزيلا الحاج، وربي يخلف عليك، والسلام عليكم. نتمنوا النجاح للقناه نتاعك ان شاء الله، مشكوره وماجوره على الحصص اللي راكي تقدمي فيها لتحيي بها الاطباق التقليديه. شكرا جزيلا مره ثانيه الحاجه. السلام عليكم، شكرا جزيلا. بسم الله، نبدا على بركه الله. هاي هنا شوفوا، راح نبدا الان، راح نحط كل شيء داخل هذا الاناء وباش نخلطه مع بعضاه وباش نندي. بسم الله. اول حاجه الكزبر، ها ارطل الكزبر كما قال لكم السيد. حاجه اللي نهزها نقول لكم كرويه، بسباس، حبة حلاوة، ورقة ترند، العرق الأصفر اللي هو الكركم. هذا من بعد ما نديروش باش هذا الاخر القنطس باش نبرشو نخليه بجنب. شواشي الورد، ثاني الورد، شواشي الورد لازم تنقيهم، هنا منقيين صافيين. هنا الهيل، كل شيء لازم تفرغيه. الهيل هذا حديثا عاد يدخلوا، هذا اختياري اللي يحب يديره اللي يحبه. هنا الفلفل ثاني نقوه، ها فلفل نحيلو الزريعه تاعو، ها فلفل نحيلو كامل قرطبه والزريعه تاعو، ها المهم. هنا جوز الطيب ثاني نقيها نبرشها هكا، بنجيب لها غاب نبرشها. زيد القرفه، قرفه كاسي مدقدقه وريحتها هايله هذه. زيد وش الاخر؟ اذا هذو هما اللي نسينا. هنا مازال الكبابه، مازالت كبابه. هذو كلها توابل ما شاء الله عليها كبابه. وهنايا سنكنجبير ثاني كذلك، دركا نقيه وحده عفوا نقيه ونحاول نهرسه في المهرس باسكو قاسي فيه الالياف هذيك كي تجيب تعود كلي خيوط يابسه. هذا ثاني دوكا نقيه وحده نهزو نهرسه في المهرس. وكذلك عندي هنا فلفل الاسود. ها اذا هذه هي 15 المكون. فوالا هذه هي 15 المكون تاع راس الحانوت، اللي راس الحانوت اللي تكلمنا عليه اللي راح نديروه ان شاء الله في شهر رمضان. اذا انا هنايا دركا نحاول نقي نفرز كل حاجه وحدها. هذا قلت هذا بينه لكم القنطس، من بعد نحن برشو فهمتوا. ها نحط لكم هنا فقط باش يبان. ها اذا هنا في هذا الاناء كاين 15 باذن الله 15 المكون اللي راح نحضروا منها راس الحانوت. من بعد ما نقيه ونزيد نحطه حتى يوم ولا يومين في الشمس يجف لي مليح يبس، راح نخلطه. فهمتوا؟ راح نخلطه هنا هكا نخلطه. انا نعطيكم الطريقه برك باش تفهموني. فوالا ها ونجيبوا اناء، نجيبوا علبه ولا بورتمونجي ونحطوه هنا. فوالا هكا ونديه للمطحنه
نطحنوا. في القديم كانوا امهاتنا يهرسوه في الدار ويغربلوه ولا يطحنوه في المطحنه تاع الحجر، اما دركا عدنا ندوه للمطحنه في الخارج نطحنوه ومن بعد نجيبوه. بعد ما نرحيه نرجع معاكم. اذا بعد ما رحيت راس الحانوت تاعي ها هو امامكم، ها هو في العلبه، ها جا ما شاء الله، جا ريحته تفحفح والله العظيم صدقوني الريحه تاعو هايله. شوف ها، لكن انا مانيش حنخليه هكا، راح نعاود نغربلو في الدار باش نتاكد، وكاش ما نلقى فيه حاجه اخرى حرشه نجيب سيار فوالا ونبدا نفرغ بالشوي. ها هاو امامي ونغربلو بسم الله. فوالا شوفوا شطاح هنا، شوف دورقيق ناعم ما شاء الله. شوفي ها جا هايل. الان هنا هذا اللي يبقى الحرش، شوف راح نجيب اناء اخر. شوف هذا اللي بقى لي في الغربال، هذا اللي بقى لي في الغربال نزيد عليه انا كش ما عندي توابل في الدار، كزبر، حبه حلاوه، باش نزيد ندعمه برك ونزيد نرحيه المره الثانيه. يعني في الدار نحيه انا عندي غير المولينكس في الدار. اذا شوف هذا الخشين وهذا اللي تحصلت عليه بعد ما غربت. ها غبراها أربابكم. نكمل انا الكميه تاعي هذه ونرجع معاكم. اذا بعد ما غربلت راس الحانوت تاعي ها هو امامكم كامل، الكميه جاتني. هذا اللي جاني احرش وحده راح نعاود له نرحيه المره الثانيه نحطه بجيه، ونخمل هذا اللي رحيته رقيق. جات ريحته ما شاء الله، جات ريحته تفحفح. يعني لازم تغربليه بنتي، ماناش عارفين كاش ما يعود كاين فيه. اذا هذا دوكا نحطه في علب، في علبة كبيرة، ونعمر إناء صغير اللي نحتاجه يومي، نعمر بلارة صغيرة اللي نحتاجها ساير الأيام، واللي بقى لي نحطه في علبة ونغلق عليه باش ما تروحليش الرائحة تاعو، باش ما يروحش المفعول تاعو. نعمره ونرجع معاكم. بعد ما جملت اموري، هذا راس الحانوت اللي تحصلت عليه بعد ما غربلته حطيته في بلارة، هاو امامكم ها هو. شوف جا ما شاء الله. نحط لكم شويه في اناء. شوفي اي شوف جا ما شاء الله بنتي، جا هايل، ريحه تاعو تفحفح ما شاء الله. يعني جا راس الحانوت 100% ممتاز من الدرجه الاولى. هذا هو راس الحانوت اللي وعدتكم به واللي نطيب به سير الايام في الوصفات تاعي عامه. هذا هو راس الحانوت اللي هو دورقيق متكون من 15 مكون. وهنا الان هذا اللي هنا عفوا هذا اللي بقى لي زايد نحطه في العلبه ونغلق عليه باش ما تروحليش الفايده تاعو، باش ما يروحش المفعول تاعو. وهذا الاحرش راح نزيد له كما قلت لكم، راح نزيد له شويه توابل ونرحيه للمره الثانيه. اذا كانت هذه تدبيرتي لنهار اليوم اللي هي مكونات راس الحانوت البسكري، ونتمنى اكون اعطيتكم الوصفه يعني من قلبي كما تعلمتها انا على الوالده ربي يرحمها ويرحم المؤمنين، وان شاء الله احنا نزيدوا نعلموه لبنياتنا يعودوا يعرفوا. وكاين كما قال لكم السيد راس الحانوت كاين عده انواع. هذا راس الحانوت يجي في لي صوص كامل، وخاصه لي صوص روج يجي فيه مروعه، المحجوبه، شخشوخه، شربه فريك، القناويه، يعني يجي في كامل. ونديروه ثاني في المرقه البيضاء. وكاين راس الحانوت الابيض اللي يدا في الحوت، كاين راس الحانوت تاع اللحم، كاين راس الحانوت تاع الشاورما، كاين راس الحانوت تاع الطاكوس كما قال لكم السيد. اذا نتمنى تدبيرتي لنهار اليوم تكون فادتكم، وان شاء الله باذن الله كل ما نشوفها حاجه فيها فائده او تدبيره فيها فائده لبنياتنا نقدمها لكم بكل مصداقيه. ونتمنى ان شاء الله تصوموا بخير
ويدخل علينا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله، بالصحة والرزق والبركة والمغفرة للجميع. وإلى اللقاء في الفيديو القادم بإذن الله.